انهيار الزمالك امام شباب بلوزداد والخساره بهدف من ضربه جزاء. الانهيار مستمر. الزمالك بيخسر تاني. تاني ايه بقى؟ ده تاني وتالت ورابع وخامس. الزمالك بينهار فنيا وبدنيا واداريا ومهلبيا واي حاجه فيها ايا. حط. الله يكون في عون الزملكاويه. الله يكون في عون الزملكاويه. هتلاقي بقى اللي جاله ضغط واللي جاله سكر واللي جاله قلب. شيء طبيعي على فكره. شيء طبيعي جدا. بامانه حاجه صعبه جدا على الجمهور اللي جاي اصلا جاي في الملعب وفي المدرجات عمال يهتف يا زمالك يا زمالك يا زمالك. طبعا اللعيبه مفيش اي دم. مفيش اي دم عند اللعيبه دي بجد يعني. لا النهارده اللعيبه تشيل 80%. تشيل. مع ان فيريرا ليه كوارث. فيريرا ليه كوارث لكن اللعيبه النهارده تشيل. ليه؟ مفيش روح. مفيش كده اداء عالي. مفيش رجوله كده في الملعب. مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. مشطبين كل حاجه. مشطبين فني ومشطبين بدني. مشطبين كل حاجه. بامانه يعني. اول ما شفت التشكيل عرفت ان الزمالك هيخسر. ونزلت عندي على الصفحه هتشوفوها دلوقتي ان الزمالك هيشيل. نوهت قلت لو قلت يعني كمان قلت لو هيكسب هيبقى كسب صدفه مش اداء. قلت لو كسب هيكسب صدفه مش اداء. ليه يا عم بتقول كده؟ هقول لك ليه. تعالى يا باشا. زيزو متالق في الجناح اليمين. زيزو متالق في الجناح اليمين الموسم اللي فات. اللي كان هداف الدوري وهداف مش عارف ايه واحسن صانع ايه وابصر ايه وكان بيتشقلب اليمين. بتلعبه ليه شمال؟ مع ان انت عندك على الدكه مصطفى شلبي وعندك يوسف اسامه نبيه هما الاتنين شمال. يعني عندك اتنين على الدكه شمال. وقمت انت جايب واحد من اليمين حطه شمال. دي مش اول مره على فكره. دي كتير بس احنا كل مره هنقولها لحد يمكن توصل. يمكن توصل. إيه عندك نيمار متالق كان الموسم اللي فات برضو في الباك. في الباك بتلعبه جناح. إيه قلت برضو السيسي ودونجا. السيسي ودونجا. قلت يا جماعه ثنائيه ما تنفعش. غيروها. غيروها. يا عم هات ناشئ يا عم. هات اي حاجه. ثنائيه فاشله. ثنائيه فاشله. بتكررها تاني ليه؟ تاني ايه بقى؟ ده انت بتكررها من اول الثمان ماتشات اللي انت خسرتهم. يعني انت بقالك تقريبا الزمالك 8 ماتشات كسب ماتش واحد. خسر خمسة مش عارف وتعادل ثلاثة أو تعادل اتنين وخسر واحد كده. 8 ماتشات الأداء زي الزفت. نص ملعب مفيش. ده احنا هنشوف لقطات معانا بالصور. الدايرة دي تبقى فاضية. فاضية خالص. خالص مفيهاش حد. وبعدين كانت في حاجة غريبة اللي هو ايه الدفاع في دولة مش في بلد أو في قرية في دولة. والهجوم في دولة تانية خالص. خالص ايه ده؟ ايه ده؟ لا بأمانة شيء غريب وعجيب. ويعني فيريرا خلاص كده بيشطب المفروض يمشي. المفروض يا جماعه يا بتوع مجلس الاداره انتوا مشوه. ما انتوا ضايعين اساسا. يعني انتوا اصلا ضايعين. مشوه. يمكن دي الحسنه الوحيده اللي هتعملوها. ده انا سامع تصريح. انا يعني ما شفتش التصريحات كلها وبالظبط لكن سمعته كده على التلفزيون. بيقول لك فيريرا بيقول ان احنا كنا احسن واحنا كنا افضل واحنا. انت ايه يا عم؟ انت شارب حاجه ولا ايه؟ شارب حاجه. شكله شارب حاجه. طيب عايزين نشوف ونتكلم على الشوط الاول والصور كده ونشوف ايه الدنيا. ونشوف ايه الدنيا. الدنيا جميله. ده انا جايب كده على فكره النهارده الخطافي. يعني النهارده الكلام خطافي لان طبعا فنيا مفيش خالص الزمالك. ده بالعكس ده عليه حاجات كتير. يعني الزمالك عليه اخطاء كتير جدا جدا جدا. انا جايب الحاجه اللي على الوش. يعني اجيب لك وش القفص. تعالوا نشوف. طيب بسم الله كده. مدافع مساك بيلعب للباك. بيلعب للباك بره. مفيش اي حد ضاغط عليهم تقريبا. محمد طارق دوت او عبد الغني بيلعبها الفتوح زي ما انتم شايفين كده بره. دي من سيف الجزيري. دي لو لبس عباءة ابو تريكة ووش رجله هتروح لمين هناك في الشمال. اهي. كده بقيت على شماله. العب بشمالك. سقط واحده بشمالك. اتقطعت منه. سيف الجزيري برضو النهارده يعني ايه كده على باب الله.
صعب. في اوقات اخرى الناس بتستنى فاول عشان تحط جون. هو اتلعبت كويس، بس دي فرصة، دي فرصة ما بتستغلش، فرص ما بتستغلش. هنا عرضية، هنا بقى حاجة هتشوفها طول الماتش، ان الجزيري لازق فيه يا اما من الشمال مثلا زيزو، يا اما من الناحية التانية نيمار. يا جماعة افردوا الملعب، يعني دي لو اتلعبت على البعيدة مش حد هيخش يحطها بدماغه جون. جون اهي بتطلع، تخيل واحد على واقف على البعيدة، جون والله. هنا عمر جابر بيعمل حاجة غريبة جدا. يا عم ريحها للي على شمالك، ريحها تريحة بسيطة للجزيرة، هيخش ببطن رجله يحطها، هيبقى كاشف الملعب كله. انت بتعمل ايه؟ ده عايز اخترق المدافع يا جدعان، عايز اخترق المدافع. اهو واحد على الشمال فاضي خالص، اهو فاضي خالص، جون. اي عرضية جون والله. مش عارف. هنا برضو عرضية تتلعب نفس القصة، الجزيري لازق فيه التاني. يا جدعان واحد على القريبة واحد على البعيدة، واحد على القريبة واحد على البعيدة، ايه ده؟ اخطاء غريبة جدا. هنا الراجل الطيب ده بيلعب عرضية، تخيل هي ما عدتش. تخيل لو عدت، في واحد واقف، بص بقى هناك، بص بقى الفرق، شفتوا الفرق؟ ده واقف على البعيدة، هيبقى كاشف المدافعين، يخش يحط، عبد الغني طلعها. بس بنقول نفس القصة، المدافع بيلعب لفتوح، نفس القصة بتاعت أول لقطة طلعت بره. غريبة بيمرروا لبعض غلط يا ريت غلط. دي هنا لو اتلعبت عرضية على كوس ال 18 ايه نظامها؟ هو في حد يقف كده؟ هو في فرقة بتدافع كده؟ طيب دي رايحة للجزيري ولا لزيزو؟ يا زيزو والجزيري، المهم دي لو اتلعبت 1 2. لا ده زيزو. دي لو اتلعبت 1 2، بصوا الراجل اللي على الشمال ده، العاب اصلا بتحصل بالصدفة من الزمالك. هنا التسديدة بتاعت زيزو، بصوا الشكل ده يا جماعة، مفيش جناحات مفيش باكات، منظر غريب جدا. حوالي 6 لعيبة او 7 لعيبة جنب بعض في الوسط، منظر غريب جدا اساسا. طبعا التسديدة كانت في نص الجون وضعيفة، لكن بصوا المنظر، شايفين الجناحات عاملة ازاي؟ ايه ده؟ هنا ركنيه، مفيش اي حد على البعيده. ده منظر يا جدعان، ده منظر. شايفين؟ نفس القصه، ده واحد بس على البعيده وركنيه تتلعب على البعيده، هدف، هدف. هنا عرضيه، مفيش اي حد في الجناح الشمال، زيزو تقريبا بيهرب من الشمال ويروح في الوسط مع نفسه، معرفش بقى دي تعليمات فيريرا ولا مع نفسه. هنا طبعا عواد بيلعب الكوره واللعب على الارض، مش ما علينا. هنا عمر جابر بيهرب كويس لكن بيلعب عرضيه، اي كلام يا عبد السلام، وبرضه مفيش حد على البعيده، برضه مفيش حد على البعيده. هنا بقى الاغرب، السيسي. اصلا اللعبه دي فيها قصتين. السيسي لو ريحها لفتوح، هو مش في وشه، اهو في وشه اهو، خش يا سيسي ريحها بمنتهى البساطه والعقل، خلي عندك عقل. لا، بيلعبها في نص الملعب ورا. طب شايفين الفدان الفاضي ده؟ عمركم يا اللي بتشوفوا كرة قدم شفتوا المساحة دي؟ انت يا اللي بتشوف كرة قدم شفت المساحة دي قبل كده فاضية؟ صعب. عرضية، برضو العرضية اتنين لازقين في بعض، لازقين في بعض، ولا واحد على البعيدة ولا واحد على القريبة. خطأ واحد او اتنين او تلاتة متكررين في الشوط الاول كله. هنا الجزيري بيطلع اي حاجة وبينزل اي حاجة، وكانوا عايزين ضربة جزاء، اي كلام. هنا عرضية من فريق شباب بلوزداد، العرضية دي لو اتلعبت اي خطأ كده ونزلت على ال 18، التسديدة هتبقى ايه؟ مفيش اي ضغط عليه هيسدد، مفيش اي ضغط على اللي هيسدد، لعيبة واقفة تايهة في ملكوت الله. هنا عرضية برضو ايه، نفس القصة، برافو عليكم انتوا كده فهمتوا، اتنين لازقين في بعض، اتنين لازقين في بعض، مفيش حد على البعيدة. شكرا. انا عايز اقول حاجه لفريرا بس، هل دي تعليماتك يا استاذ يا بروف فيريرا، يا بروف فيريرا؟ هل دي تعليماتك ان اي هجمه من عند اليمين اللي هي من عند عمر جابر ونيمار يكون الجنب التاني فاضي خالص واللي موجود فيه يخش نص الملعب؟ ده شباب بلوزداد يعني بقى اللي هو ايه، بقى بيعاملك على قد عقلك، بقى سابها لك فاضيه، لان عارف ان انت فنيا مش هتخلي حد يهرب فيها، ولا فتوح
ولا زيزو او حتى نيمار بعد ما بدل. ما هو نيمار بدل مع زيزو في اخر الشوط الاول، بدل الاماكن. يعني هم اصلا عاملوك على قد عقلك، وعرفوا ان انت استحاله تجيب حد في الحته دي يهرب. اوبشن مش عندنا. على فكره الاخطاء دي اهلي زمالك منتخب مصر. الاخطاء دي اهلي زمالك منتخب مصر. اخطاء غريبه جدا من اللعيبه. والناس اللي كانت فاكره ان احنا هنبقى شبه المغرب مثلا في زي ايه في كاس العالم كده، لا. العقليه مختلفه. غير بقى التنظيم والرجوله واللعيبه المحترفه اللي هي لما بتمسك فلوس. ده عندنا لما بيمسكوا فلوس دي بتطير. لكن الاحتراف اللي بجد، انا لعيب كوره، انام بدري، اصحى بدري، ازود تدريبات، اكون مركز، ابص على محاضرات كويسه لعيبه كره القدم. ده الكلام ده في المغرب ممكن. عندكم لا، مفيش خالص. على فكره شباب بلوزداد ده فيه لعيبه كويسه جدا 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 في نص الملعب. الفريق ده لو كان عنده هجوم قوي كان شايل الزمالك 5-6 النهارده. نيجي بقى للجمهور. جمهور الزمالك على السوشيال ميديا صفحات واعلام، حتى في قناه نادي الزمالك، مركزين مع الاهلي اكتر من الزمالك. يا جدع ركز مع فرقتك، يا جدع ركز مع فرقتك يا جدع. بيتريقوا على الاهلي انه خسر من الريال 4. انت متخيل؟ متخيل؟ جمهور بيحفل على المنافس انه خسر من ريال مدريد، وهو اصلا بقاله 8 ماتشات بيخسر من اسوان وفاركو 3 والاهلي 3 الدنيا حلوه، الدنيا حلوه. يا جدع ركز مع فرقتك. ده الكلام ده على فكره لحد النهارده الصبح. حتى بعد الماتش خالد الغندور بيتكلم على اللي حصل في ماتش الزمالك، بيقول لك ده حتى الاهلي ما عملش انجاز، ده خسر 4 من ريال مدريد. يا جدع انت متخلف. ايه ده؟ في مصيبه في فرقتك، في مصيبه في فرقتك. ايه اللي بتقوله ده؟ حط حلول، حط حلول لفرقتك، عشان انت كنت اعلامي جوه نادي الزمالك. انت اعلامي كنت جوه القناه. ما بالك الجمهور بقى؟ مستني ايه من الجمهور؟ مش عارف بصراحه. الوضع صعب جدا في الكره المصريه جدا. يمكن الاهلي هو التوب، الاهلي هو الافضل الى حد ما. عنده مشاكل بالهيله برضو على فكره. ده انا عايز اعمل حلقه عن اللعيبه المحترفه اللي بتيجي الاهلي والزمالك. ان شاء الله هنعملها. اللعيبه المحترفه اللي بتيجي الاهلي والزمالك. طيب، نيجي للشوط التاني. الشوط التاني برضو فيه هو الشغل كله على فكره. شباب بلوزداد لعب ماتش حلو جدا الشوط التاني. لعب ماتش حلو على فكره، كان ممكن يكسب 5 و6. بس هو ايه، 1-0 بره ارضي. فرقه الزمالك مش ضغطاني، بلعب فري خالص والدنيا حلوه. مع التغييرات اللي عملها عم فيرا، كان طلع محمد طارق ونيمار ونزل مكانهم اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه ومصطفى شلبي. طب ما من الاول يا عم، من الاول المفروض كنت تبدا بواحد من الاثنين، يا يوسف في الوينج الشمال يا اما مصطفى شلبي. من الاول، من الاول. وبعديها طلع عمر جابر ونزل رؤى. ده الاصابه اللي عرفته بعد كده ان عمر جابر وفتوح طلعوا اصابه. واكيد كده ودى يوسف اسامه نبيه هو اليمين. ودى يمين. مفيش اي حلول تانية خالص في الهجوم. مكان الجزيري، مكان زيزو يطلع. على فكره انت السنه اللي فاتت كنت كويس عشان زيزو كان بيطلع. زيزو طلع مره اتنين شفنا شخصيه تانية خالص خالص. واشرف بن شرقي طلع مره اتنين فنش الموسم. ولد، ولد. تعالوا نشوف الشوط التاني، وهنتكلم بعد الشوط التاني برضو في التغييرات عملت ايه، وكان المفروض ايه اللي يحصل. تعالوا نشوف. بدأ الشوط التاني بالهدف الأول عشان يفوق الزمالك معانا على طول، لأنه كان أصلا هدف متوقع. وطبعا الناس كانوا بيقولوا مش ضربة جزاء، دي ما جاتش في ايده، جت في ظهره. في صورة معانا هنا كنت مصغرها قوي اهي، باينة اهي، جاية في ايده فارد دراعه. دي لو كان نيمار قدم لجوه شوية كان هيبقى شكلها عامل ازاي. هدف، هدف. محدش بيجري، محدش بيتحرك، محدش بيقطع على الكورة. هنا طبعا
الشوط التاني كان مهرجان اساسا، كان مهرجان، كان ممكن والله يخلص 6 و7. بس دول ناس طيبين طيبين جدا. هم قادرين بس تقريبا مش عايزين يدوسوا. سددت بره. هنا دي لو لما تتلعب عرضية، لما على البعيدة فين، حفظنا نفس الأخطاء، نفس الأخطاء. دي بتاعت زيزو، دي يعني من الكور الحلوة في الماتش، بس برضه ناقصة حاجة، إن الوينج الشمال اللي هو بقى مصطفى شلبي أو كان نيمار ما بيجريش عرضي، ما بيجريش عرضي. طبعا الراجل شاطها لأن مفيش أي حاجة تانية. هنا الراجل الطيب ده لازم يبقى طيب، ماشي في فدان، محدش بيقوله انت رايح فين وجاي منين. اهو دخل بيلم المعلم ده، قلب دفاع ده يا عبد الغني يا حسام عبد المجيد. لكن دخل السيسي شالها. تخيل دي عدت من السيسي، شايفين الراجل اللي وراه، شايفينه انفراد. ده الراجل ده لو غمزها للراجل التاني اللي ورا السيسي انفراد. هنا عرضية، ريحها، انت شايف واحد قدامك اهو، اطلع ريحها، اسندها سندة، سندة بسيطة. التاني هيخش جون، طبعا طلعت بره. هنا الراجل بيلم دونجا، فرش وفرشة، دونجا قام على عايز يجيبها، قال طبعا اتسددت تسديدة ضعيفة لعواد، لكن لعبة، ولو رجليه مظبوطة تتسدد حلو جون. هنا نيمار، لا مش نيمار، يوسف أسامة نبيه. قدامك واحد واتنين الناحية التانية، بتديها للي مزنوق ليه؟ شايفين؟ واضحة اهي. بتديها ليه اهي، واضحة أكتر اهي. بتديها ليه للي مزنوق، ما أكيد مش هيجيبها، مؤكد مش هيجيبها. دي حاجات يا جماعة من على وش القفص، من على وش القفص. شفتوا كم السذاجة موجود في فرقة نادي الزمالك؟ سذاجة كبيرة جدا 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 من اللعيبة. هجمات كتير، اللمسة اللي قبل الأخيرة لو تمت جول للزمالك. وهجمات كتير جدا 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 لو شباب بلوزداد جدي أكتر من كده تشيل كتير. لأن أنت ضايع، أنت ضايع. وفي لعيبة بصراحة بتهزر، أو بقى مستخفة بالجمهور، أو مستخفة بمجلس الإدارة، بناخد فلوس وخلاص. لا، حط عقوبات تقيلة. اخسر اخسر يا حبيبي، بس هخصم لك 10%. الخسارة يا عم 5%. اكتب كده في العقود، خسارة ماتش 5%. اللعيبة بتيجي عند ده بتتغير خالص. التغييرات عندك على الدكة شيكابالا يفرق. شيكابالا انا في بينه وبينه سوء تفاهم في الفن شوية، لكن يفرق كتير. شيكابالا يعني بقوة 20% أو 10% هيبقى أفيد على فكرة من كتير 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 كتير. الجزيري مش كويس، شوف بديل، أي بديل. مش أنا اللي هقولك، دي فرقتك أنت، أنت اللي عارف القايمة كلها. عندك إبراهيم نضاي، ده إيه قصته؟ إحنا عايزين حد يعمل لنا حلقة في قناة نادي الزمالك اللي عمالة أهلي 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 أهلي، يقول لنا قصته إيه اللاعب ده. دخل القايمة وما بيلعبش. طب أنت محتاجه، محتاجه. سيف فاروق جعفر كان ينزل كويس شغال. الناس اللي تطلع، زيزو، زيزو ما تطلعه، ايه المشكله؟ حاجه تانية، دونجا والسيسي، هي في عقودهم، في العقود معموله ان احنا هنلعب كل الماتشات؟ الاتنين دول ما بيطلعوش، ما بيتغيروش في ايه يا جدعان؟ ده طلع محمد طارق وخلى سيسي تقريبا هو المدافع. ايه ده؟ لا، في حاجات كتير في الزمالك هتوقعه الفتره اللي جايه كتير، كتير جدا. شفتوا الجاب اللي اتكلمت عليه كتير ما بين الدفاع والهجوم؟ الحته دي كلها فاضيه. ده اي مدرب الف ف بيخلي الفرقه كتله واحده، تدافع مع بعض، تهاجم مع بعض. الفرق ده كل ما يكون صغير اللعيبه تستريح، كلهم بيضغطوا. ده احنا شفنا انتشار شباب بلوزداد افضل بكتير في الهجوم والدفاع، في الهجوم والدفاع. الزمالك هيعاني الايام الجايه، الزمالك هيعاني كتير الايام الجايه. لازم يكون في تحرك من مجلس الاداره، وهو فيريرا يمشي. فيريرا يمشي عشان هو كده شطب كوره. شطب يا جماعه، المدرب شطب. ادفع له باقي عقده ومشيه، دي قصه.
ما توهموش الناس ان اتحاد الكوره جاي عليكم، ما توهموش الناس ان اتحاد الكوره جاي عليكم، وان الثلاث صفقات ناصر منسي وبالحاج وشبانه هم دول هيحلوا الازمه. لا لا لا، عايز اقول لك او ابشرك يا زملكاوي ان الصفقات دي هتيجي تخش الفرقه مش هتلاقي اي فرق، مش هتلاقي اي فرق. لازم يكون في تغيير، لازم يكون في عقوبات على اللعيبه قويه بالفلوس. صدقني الفلوس بتزعل، بتزعل اللعيبه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اشتركوا في القناه واعملوا اللايك. شكرا.